داخل منطقة جول! كان يسجل في الدقيقة 38. كنت بقول الهدف قريب والعارض التحريم، ولكن داريو كان يسجل فيها الدقيقة 38 من كرة خاطفة. هذا اللاعب الموزمبيقي القادم من المنطقة الخلفية كما سجل قبل ذلك في البطولات الأفريقية، ويعود الآن من جديد بهدف جميل جدا في الدقيقة 38. جعلت الملعب يشتعل وجعلت الجماهير تتفاعل وجعلت 25,000 متفرج داخل ملعب استاد الهلال تغلي وتفرح بهذا الهدف والذي سيأتي بعده إن شاء الله. اتلعبت الكرة من وسط الملعب الآن، هدف أول، إعادة للقطة الهدف وكرة مرمي كناتشي. لعبت كرة خطيرة جودوين داخل منطقة الجزاء، كناتشي ووقع على الأرض يمر كناتشي ويسدد كرة في المرمى. جول! كناتشي يضيف الهدف الثاني، كناتشي يضيف الهدف الثاني من كرة مرمى داخل منطقة الجزاء. كانت الجماهير تطالب باحتساب ركلة جزاء، ولكن خطف الكرة كناتشي ودخل إلى منطقة الجزاء وسدد كرة قوية جدا شمال الحارس لورانس جون، مسجلا الهدف الثاني لهلال السودان، والذي إن شاء الله سنتبعه بالهدف الثالث إن شاء الله. نشاهد إعادة للقطة، جودوين يعني أصيب من قبل المدافعين، ولكن كناتشي سدد كرة قوية جدا شمال لورانس جون يسجل الهدف الثاني لهلال السودان. وجودوين بقبل الجماهير. شوف كناتشي التصويبة القوية، شوف كناتشي التصويبة، شوف المرور الناجح، شوف يعني محاولة الاستفادة من وقوع جودوين وعدم احتساب ركلة جزاء وتسديد في المرمى قوي جدا. هدف ثاني لهلال السودان في الدقيقة 11 من شوط المباراة الثاني، دقيقة 12 من شوط المباراة الثاني. هلال السودان يسجل هدفين. لعبت عالية مصاب الرجل، سيف مساوي يعدل نتيجة الذهاب. سيف مساوي البديل الناجح يعدل نتيجة الذهاب. رأسية سيف مساوي في أقصى المرمى تعدل نتيجة الذهاب والتي كانت في نافية 3-0. الآن هلال السودان يعود بنتيجة المباراة، هلال السودان يعود بالتعادل. هدف ثالث لسيف مساوي في الدقيقة 40 عكسية يوسف محمد، رأسية سيف مساوي. جول ثالث في هذه المباراة. ويعني آن الأوان أن نقول بلهجتكم المحلية يا ناس نصر ويونايتد، قمت الله يقابكم مما الله يقابوا، زي ما الله أداكم الله كمان أدانا الآن. ودوالي يتقدم ويصد أبو بكر شريف، يا رب ماذا يفعل أبو بكر شريف؟ ماذا يفعل بتنفيذ هذه الركلات؟ 4 ركلات ترجيح صدها أبو بكر شريف. هيثم مصطفى وأبو بكر شريف من يسدد؟ هيثم مصطفى، يا رب يكون على يدك التأهل يا سيدة. والجماهير بتحيي سيدة وتتمنى من سيدة أن يمنح التأهل لدور المجموعات، وسيدة الذي غاب في اللقاء الأول. هيثم مصطفى يتقدم، يلعب الكرة والمرمى، هيثم مصطفى بالهلال إلى دور المجموعات. هيثم مصطفى بالهلال إلى دور المجموعات. يا سلام عليك يا هلال، يا سلام عليك يا هيثم، يا سلام عليك يا أبو بكر شريف. حقيقة مباراة صعبة للغاية،
صعبة للغاية. علقت مباريات هلال السودان امام الوداد وامام الرجاء البيضاوي وامام الترجي التونسي حقق الفوز، ولكن كلها كانت مباراة ذهاب. الان هي مباراة اياب ومباراة تأهل. مبروك للهلال الذي منحنا الفرح، مبروك للهلال الذي منح السودان الفرح اليوم. هيثم مصطفى وتسديدة ناجحة، ولاعبو الهلال الان يتراقصون مع الجماهير، يرقصون فرحا مع الجماهير.